تحني حضني صافية سماها زيني إذا سخية زيني وزي كرم المراقبية ناس عايشاها ببساطة أصيلة جميلة في ذاتها راضية وعايشة لحظاتها أشوف الخير في ضحكاتها ناس عايشاها ببساطة أصيلة جميلة في ذاتها راضية وعايشة لحظاتها أشوف الخير في ضحكاتها ناس عايشاها بالبهجة صافية قلوبها مبتهجة بكلمة فكرت زهجة وتعيش الحب لغة ولهجة ناس عايشاها بالبهجة صافية قلوبها مبتهجة بكلمة فكرت زهجة وتعيش الحب لغة ولهجة في بلدنا ودينا نحنا نفس العادة توفيهم كل كيف نبارك يا اخترابة لو دينا نحنا نفس العادة توفيهم كل اللي فرحة بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سامحنا شاربين من نيلنا الصافي وماكلين من خيرنا قمحنا بلدنا الخير وحضنا مدافي والغير أرضها نحن ارتحنا يا ناس السلام عليكم. الموسيقى دي بتقطع من عندي ولا من عندكم؟ والله الصوت الظاهر بيقطع من عماد المنصة. سلام باشمهندس أحمد وباشمهندس العطا يا أخي إن شاء الله طيبين والحضور التحت. يا مرحب. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله كلكم بخير وطيبين. التحية لكم. الحبيبي حقيقة ازيك؟ نبدأ. والله يا انا كنت مرحب. ماشي على حبيبي جوهر ده، قمت لقيتك كده جيت طوالي خاشي، لا إحم ولا دستور. ازيكم؟ عطا أنت سامعني؟ عطا ده شكله ما سامعني. عاطي يمكن ما سامعك، انا سامعك. انا بنزل وبطلع تاني لو ما سامع احمد. اي
انا كنت بقطع الصوت يا احمد، مش كده؟ الصوت من المنصة كان مقطع. نعم. ما قطع، وقعت مرتين ورفعتها. آه. لكن انا فاتح في اللابتوب عشان كده ثبتت يعني. ازيكم كلكم يا اخواننا، ومرحبا بكم. انا تاني ما حتكلم من المنصة، بس بسلم عليكم ونرحب بكم وازيكم كلكم كده. انا ما عندي كلام اقوله ذاتي فوق كلام الناس اللي حتتكلم كلها. حيجيك لبنى وحيجيك سام وحيجيك هاني، انا اديتهم خبر هم عارفينه جاي. لكن طبعا محمد طيب الليله حتمتعنا امتاع ما بعده امتاع. والله يا استاذ عماد مرحب بك وكتر خيرك. انا والله يعني مجهز شعوري، يعني مجهز شعوري على الكلام، لكن عندي اقتراح انه كل مره نخليها لحاجه. يعني مثلا عربيه، خلاص عربيه، اثر النوبيه، اثر النوبيه، يعني عشان الواحد يلقى يعني فرصه يتحدث. وبعد ذاك يعني حلقه حلقه هي لن تكفي بصراحه يعني. والله العظيم ممكن انا شخصيا في بالي 10 حلقات، كل حلقه بساعه كلام نظمي بس، بادلتها بحاجاتها يعني. عشان كده اقترح انه كل مره بعنوان: اثر الثقافه العربيه كده، اثر الثقافه النوبيه في الثقافه السودانيه كده، يعني اذا رايته انه كده. لانه عشان ما نشتت المجهود. يعني اذا تحدثنا الان عن الاثار دي كلها، يعني انا محضر حاجات، يعني يمكن 10 محاور، 10 محاور في يعني لها اثر يعني، او تاثرنا بها: العادات، الملابس، الحلي والزينة، القيافة والأثر والشنو والأنواع والأمطار والأمثال والاستصغاء من الآبار والأقيام، الألعاب حقت الشرطة. طبعا باشمهندس عطا ده حيكون في حاجات كثيرة لعيبة يعني، وعماد كمان، بس عماد عشان المدنية، والمفردات والتراكيب والأصوات والجمل والأساليب. الكلام دي لوحدها يعني كتب بصراحة يعني. فأنا أقترح إنه كل مرة محور. يعني اليوم مثلا الثقافة العربية أو البجاوية، خلاص السبت الجاي خلوها ثابتة، كل سبت. الموضوع ده ممكن يعدي سنة، فأنتوا ناقشوا في المنصة، ناقشوا الفكرة وبعدين نشوف. السلام عليكم جميعا، التحية لكم كل الناس اللي موجودين سواء متكلمين ومستمعين. حقيقة يا محمد الطيب، أنت كلام اللي قلته ده أصلا هو ده البرنامج اللي ماشيين عليه، ولكن يمكن اتكتبت إنه حيكون في أشياء متعددة اللي هي الثقافة العربية والنوبية والبيجاوية والزنجية كل ما نلقى ثقافة حنتكلم عنها. لكن أصلا المساحة دي هي متاحة للثقافة العربية وأثرها في الثقافة السودانية فقط إن شاء الله. حتى لو أخذنا لمحة يمكن من الثقافة النوبية أو كده، أو الثقافة الزنجية يمكن تكون لمحة، لكن هي أصلا ما حتكون في الحلقة دي، إنما الحلقة دي هي لتأثير أو أثر الثقافة العربية على الثقافة السودانية. وتحية لكم تاني جميعا، وتفضل يا محمد الطيب قول. والله قبل ما يخش محمد طيب ده انا حاختفى المايك، لانه اول شيء شكرا لكم انتوا ولجمالكم. يعني كونه انا ما عايز اقول محمد طيب ضيف، لكن كونه تكون في الاستجابه وبالسرعه دي وتغير العنوان على اقتراح زول مهما كان مقامه. انا متاكد انكم وكلنا مقامنا عند محمد الطيب مقامه كبير عندنا كلنا، لكن الجمال في الاستجابه لاقتراح وفي نفس اللحظه. ده اللي بيميز ناس من ناس. والله ده ما كسر تلج، وانا عماد ده ما بكسر له تلج، عماد بكسره ما بكسر له تلج. لكن الجمال اللي بتعملوه ده دي روح تويتر المفروض تكون بهذا المستوى وبهذا الأناقة وبهذا الجمال وبهذا الفكر العالي، لأنه زول يمسك أول مايك ويدي اقتراح وتتغير، يتغير عنوان الحلقة لحظيا. أنا ما أعرف أقول لكم شنو والله أكثر من كده، لأنه بعد كده ممكن أخش في كسير تلج. هو اقتراحه طبعا بالتأكيد ما في أنا بأيده 1000%،
لانه المجتمع السوداني مجتمع كبير، والثقافات دي كلها كل واحدة عندها تأثير. وهو طوالي لما محمد مسك المايك وقال عنده 10 محاور، يعني هو أهله لها بالتأكيد، ما في اتنين تلاتة، يعني كلنا بنستمتع بالجمال اللي بيقولوا واللي بتقولوا انتوا. وده المطلوب يتخيل لنا في تويتر، النموذج الراقي لتعامل الناس مع بعض وتقبل لأفكار بعض. ما عندي كلام والله، ما خليته لي كلام أقوله، لكن يا أخي ربنا يمتعكم بالصحة والعافية كلكم. شكرا لكم يا أخي. طبعا يا باشمهندس، المرونة دي، المرونة والمرونة دي واحدة من أسباب نجاحات الناس. يعني كل ما كنت مرن وبسيط وما معقد الأمور، دي أسباب نجاح. أنا والله عبرك برضو أشكر المنصة على استجابتهم وعلى تفهمهم، لأنه والله القصة دي أكبر مننا كلنا يعني. لكن بس ترى نحاول يعني نداقش نسوي شنو بس، لكن هي أكبر مننا بكثير والله. والزمن اللي بنقعد فيها ممكن نحتاج أزمان وأزمان عشان نقدر نغطي ولو بسيط، عشان نثبت بس برضو حاجات. خلونا ندخل طوال يا اخواننا. انا من خلال مدخل باشمهندس عطا دي داير اقول حاجه قبل ما نبدا اي حاجه. يعني الموضوع ده يعني بعناوينه اللي انتم كتبتوها دي كلها، اللي هو اثر الثقافات ان احنا كونت نسبنا دي وكونت حياتنا. يعني داير امن على حاجه ضروري الناس يعني توافقني فيها، انه نحن بكلامنا ده ما بنكرس لثقافه معينه، ولا عاوزين نجعل الثقافه تهيمن. بالعكس، احنا عاوزين تتثاقف وتتلاقح وتتعايش، ودي تتنازل لدي. وهي اصلا ده اللي حصل يعني خلال 2000 سنه تقريبا، 2000 سنه بالتقريب. ده اللي حصل يعني، ما في واحده اقصت الثانيه، ولا إلا في الزمن اللي نحن فيه ده في نعرات وفي كلام وفي إقصاءات. وطبعا مستحيلة يعني حتبقى بتنفخ في قربة مقدودة. يعني أنت حتسوي شنو والله حتسوي شنو من خلال اللي أنا حقوله عن الثقافة العربية، ومن خلال متحدثين آخرين حيحدثونا عن الثقافة البيجاوية وعن الأثر الأفريقي العميق جدا جدا اللي السمع فيه بيقعد والكعب فيه بيمشي حتى في باقي الثقافات يعني. فلو سمحتوا لي حاجة عاوزة يعني أأكد على إنه من خلال الحوارات دي والنقاشات والسرد اللي بنسرده، إطلاقا ما في تكريس ولا في هيمنة على ثقافة من هذه الثقافات. بالعكس، حنبلعها كلها وحنستسيغها كلها. والكعب في هذه الثقافات أصلا بيسقط أصلا. يعني أنتوا حتكتشفوا إنه في حاجات سقطت أصلا، يعني تسقط بالعلوم، تسقط بالتوعية، تسقط إذا كعبة. أما إذا كويسة، في من قعد معانا 10,000 سنة يعني. فدي النقطة الأولى يعني. لو عاوزين نواصل بواصل، قولوا خير وطوال بمشي يعني لا بكرة. خير. طيب، أسي من خلال العبارات والتداخلات اللي من العناوين لرأي المنصة لكلام الباشمهندس عطا، يعني الناس شبه متفقة تقريبا على 4 ثقافات ضخمة كبيرة ضاربة في الجذور أثرت في هذه الأمة اللي اسمها السودان دي. الأربعة الكبيرة يعني. طبعا ده ما بيمنع إنه في برضه يعني تلاقح ثقافي تاني، في تداخلات، في كده في كده في ده لا أحد ينكره. لكن على الأقل في الوقت الراهن شايفين إنه نحن أو بنعرف يعني نتكلم عنه بالساعات الثقافات الأربعة اللي كونت الثقافة السودانية دي. حسب المقترح إنه حيجونا ناس ويتكلموا لنا عن كذا وعن كذا وعن كذا. انا بس في زي ما قال باشمهندس احمد، الجزء البسيط اللي بعرفه
الجزء العربي، يعني أثر الثقافة العربية اللي دخلت في الحياة الثقافية السودانية. قبل ما أقول أي حاجة، في تعريف كنت أتونس مع باشمهندس أحمد، تعريف عن مصطلح أمة شفته في ويكيبيديا، يعني من حيث المصطلح السياسي والمصطلح اللي بيقولوا في الأضابير الأممية دي وحتى القانوني. يعني أمة دي يعني هي مجموعة من الناس قاعدين لهم في حتة واحدة، ده الأساس، مجموعة من الأجناس، ما ضروري كمان يكونوا جنس واحد، يعني مجموعة من القوميات قاعدين بيشتركوا في بعض الحاجات، حتى لو كانت الحاجات اللي بيشتركوا فيها دي حاجات متخيلة يعني زي المصير، والله الأهداف، جماعة أهداف. المهم في الأخير مجموعات، ما مجموعة واحدة قاعدة في رقعة جغرافية، دي اسمها أمة. ده التعريف السياسي والتعريف القانوني. بالتعريف ده يمكن لا ينكر أحد إن هذا السودان هو أمة. طبعا في تعريفات شرعية، يعني في معاني شرعية لكلمة أمة، وبرضها بتلف وتدور حول الموضوع ده نفسه، يعني حول إنه مجموعة من الناس يعني جماعتهم مصلحة، يجمعهم ماضي معين، مستقبل معين كده. حتى الأهداف دي والمتخيلة دي ربما تكون حاجات سمحة أو كعبة. يعني أنا داير أقول إنه الحرب دي مثلا لما بدت عندنا ما كانت اختارت جهة، ولا اختارت زول قتلت فلان وتركت فلان لسبب جهة أو لسبب قبيلة أو خلاص كلنا، وتضررنا كلنا. بتقع الدانة بتقع فيه ذاك، ما قاعد تقول ده فلان ولا ده من الجهة الفلانية ولا ده من وين، لا خلاص وقعت الدانة يعني وقعت. بالمفهوم ده وبمفهوم المصطلح ده أنا مرتاح جدا لأنه هذا السودان هو أمة. نجد الثقافة العربية في السودان دي في حاجة برضو قبل ما أجي للثقافة السودان، الأثر الثقافة العربية دي. أول حاجة عاوز أشير لأنه برضو الأمم بصورة عامة في تعايشها بطبعها بتتداخل، يعني طبيعة الإنسان ذاته ككائن حي طبعه التداخل والتساقف والتدافع وكده إلى آخره، يعني بيعملوا شغل مع بعض بطول الزمن يعني. والحضارات بصورة عامة والثقافات بصورة خاصة بتعلو بتنخفض وبتسود وبتنتهي يعني بيعتريها ما يعتري الكائن الحي باختصار. يعني ما يصيب الكائن الحي من يعيش ويبدأ ويكبر ويتلاقح ويتزاوج وفي الأخير يعني ممكن يموت وممكن يندثر. الحضارة الغربية اللي احنا عايشينها هسه دي، الحضارة الحالية دي اللي هي حضارة المعرفة والعلوم أصلا، يعني قايمة على العلوم وقايمة على المعارف. يعني هي الآن سايدة، يعني بكل معنى كلمة سيادة هي سايدة، يعني بعدين بتقوم اوتوماتيك كده بتسود أو تتسود على الثقافات الثانية. يعني احنا بنلبس الآن اللبس الغربي، بنلبس الزي القومي العربي الغربي لأنه ضرورة في معاملنا، في مكاتبنا، في مصانعنا، في الرياضة. بتضطر انك انت تلبس زي الثقافة السائدة او الحضارة المتسيدة على الكون الآن. الآن ممكن انت تجبر لك مثلا واحد واقف لي في نول بتاع نسيج تقول لي لا البس الزي القومي حقك انت السوداني، مثلا عمة وجلابية وكده، او تقول لك لواحده مهندسه بتاعت اتصالات بتطلع في البرج فوق والعمارات وكده وتقول لها يا اخي لابد تلبس التوب، انت كده حتقتلها يعني. هم ذاتهم بيدرسوا السلامه من ضمن الحياه، ومن ضمن السلامه دي اللبس. طيب اللبس السائد الان اللي هو اللبس الحضاره الحاليه والثقافه الحاليه هو الغربي، بنطلون وقميص او برول او الروب او هي يعني كان بيلبسوه. الحاجه دي
بتتعارض مع الثقافات، ممكن تاكل ثقافتك المحلية. يعني ممكن تاكل الساري الهندي، الثوب النسائي السوداني، العمة، بتاكلها بسبب ركضك انت والله غصبا عنك وانقيادك للثقافة السائدة الآن. بالمعنى ده بالمفهوم ده الحضارة العربية دي في فترة من الفترات سادت. يعني في فترة الأندلس وفي فترة الدولة العباسية برضها كانت يعني حضارة علوم برضو، وإن كانت علوم ثانية ما زي العلوم التطبيقية اللي هسه الطب والهندسة والاتصالات وشنو دي. لا، كانت علوم ثانية، يعني كانت علوم نظرية شوية. الحضارة دي نفسها أو الثقافة العربية سادت وملت الدنيا وشغلت الناس، وكانت مسيطرة حقيقي. يعني لدرجة إنه بيحكوا عن الشعوب الأوروبية دي الهسه نحن بنقلدها ومجبورين إنه يعني نتثقف بثقافتها دي. كان ممكن يجي الولد الشاب يقولوا يجي لمحبوبته لابس لها زي جلابية وعمة وحاجات زي دي كده، يعني زي عربي، وكمان يدخل لها بعض المفردات العربية عشان يثبت لها إنه هو متحضر ومتثقف وفاهم ومواكب، بالضبط زي ما بيعملوا هسه مثلا مهندسيننا واطبائنا وعلمائنا. احيانا بيضطر يدخل كلمات من الثقافات الغربيه لانه هي دي اللغه العلم اللي هو درسه، ربما لا يجد احيانا ما يترجم به الكلمه اللي قاصد يقولها، فيضطر وينجبر انه يدخل كلمه. فكان الولد الشاب كان بيتكلم لمحبوبته بالعربي بيقول لها احبك مثلا، دي بدخلها لها كده في نص الكلام. الحاجه دي سياده ثقافه. يعني انا بس داير اصل لانه الثقافات والحضارات هي بتعلو بتنخفض على حسب مكانتها في الكون. الان برضو نحن بناكل السندويتش مثلا والتيك اواي، انت شغال وكده، ظروف الدنيا وظروف العمل وظروف الحضاره الحاليه اللي هي قايمه على الاستفاده من الوقت وكده. يعني زمان الناس في المجتمعات الشرقيه دي بياكلوا مع بعض ضروري، يعني ضروري انه يقعدوا في الصينيه واحده وفيها صحن وفيها ملاح ويستنوا فلان وفلان ما جاء وكده. الان ما عندك طريقه انك تستنى فلان والولد جاء والابو ما جاء، ما عندك طريقه. الابو بيجي الساعه 2 عشان الساعه 4 مارق، بيفتح الثلاجه تيك اواي، بياخذ له سندويتش وبيشرب له عصير وبيمشي. يعني بقت ثقافتنا في الاكل نفسها تبعا للحضاره والثقافه السائده الان. والقصه دي ما بتجي بالقوه. يعني الناس اللي حاولت تغير في ثقافات الناس بالقوه فشلوا وبيلقوا مقاومه يعني عنيفه، زي ما حصل من الفرنسيين في المغرب العربي مثلا. بتلقى انه المغول نجحوا نجاح منقطع النظير لانهم ما هبشوا ثقافات الناس واديانهم وحاجاتهم. تلقاهم الى حد ما، يعني بتلقاهم انه نجحوا في انهم يعني يعملوا دوله كبيره جدا جدا شملت قريبا 3/4 الكره الارضيه. يعني فاللعب في ثقافات الناس وكده يجي بالتلاضح وبالتساقف وبالتي هي احسن، بيكون اسرع واقوى. طيب الان اتفقنا انه المكون الرئيسي للثقافات السودانيه دي هي ال4 مكونات الكبيره على الاقل لحد الان، لحد ما يجينا زول يضيف لنا حاجه زي ما قال باشمهندس احمد. يعني انه حتى لو في غيرها ما بكون بالاثر الكبير اللي حنتكلم عنه في البيجاويه والافريقيه، الزنجيه الافريقيه والعربيه دي. الداير اقوله انه اكثر ما نمارسه الان من حياه بتلقاه، يعني لو دار ترجعه لاصوله لورا كده بتلقاه هو يعني ينتمي لوحده من المكونات الكبيره ال4 دي. اي حاجه تمسكها في عاداتنا، في زواجنا، في لبسنا، في اكلنا، في حياتنا العامه، لما تجي تمسك حاجه حتى في العاده الواحده مثلا زي الزواج او الختان او كده، بتمسك حاجه بترجعها لدول، بترجع يجينا واحد يقول لا والله دي اصلها كذا، اصلها فرعوني، لا اصلها افريقي من القبائل الافريقيه اللي كانت في مثلا في النيل او كذا. المهم يعني في الاخير كل ما مسكت حاجه من حاجاتنا اللي احنا عايشينها دي
وبتقدر ترجعها بسهولة لواحدة من المكونات الرئيسية الكبيرة دي. تمسك الجرتك مثلا، للأسف يا أخوان أنا كتبت للناس قبل يومين إنه الجرتك سجلوه المصريين، يعني ده شوية وجع عليكم، بس نوجهكم حبة يعني. سجلوه بتاعت المنظمة بتاعت الفنون دي وشنو دي، الثقافة والتاريخ الأمم دي، سجلته على أساس إنه منتج مصري يعني، معه الخمرة ومعه شنو الله المستعان. والأثيوبيين سجلوا الدخان بالمناسبة برضو، إن إحنا قاعدين نتلفت. المهم أنا أظن تطورت في المقدمة، دار أدخل في الموضوع. خلاص خلوني من الوجع. دار أقول إنه الثقافة العربية دي، ده يعني ده كمان بعد جاه الدين بقت حاجة ثانية يعني. أصلا هي كان قبل الدين قوية يعني، لكن لما جاه الدين وكمل مكارم أخلاقه وكده، محل ما قاعد تدخل قاعد تأثر. يعني لو نظرتوا للمغرب العربي، فيه يعني قوميات أصيلة ضاربة جذورها في التاريخ. يعني تعرفوا إنه في مكسر في تونس مثلا 10,000 سنة، هم مكسر وبابل والنيل، الثلاثة حضارات اللي في الدنيا دي قاعدين يتشاكلوا يعني، منو الأقدم فينا وكلهم أقل واحد فيهم 7,000 سنة يعني. ففي حضارة مكسر وحضارة الأمازيغ مثلا، دي يعني ضاربة في الجذور. لكن لما دخلت الثقافة العربية عليهم بدينة معها، طبعا الدين برضه يحمل نفس القيم، يعني القيم هي ثقافة قيم أكثر من كونها ثقافة زي الثقافة الغربية الحالية مثلا. لما دخلت عندهم قلبت كيانهم يعني، غيرتهم، غيرت لبسهم، غيرت شكلهم، غيرت كذا. ما زال الكسكسي موجود، ودي الحاجة كويسة إنه الثقافة العربية لما تدخل ما قاعد تبيد إلا ما هو سطحي أصلا، ما قاعد تبيد المكونات الأخريات يعني. فدخلت عندهم وشكلت وجدانهم وشكلت حياتهم، وظلت حاجاتهم وإرثهم موجود، يعني موجود في تونس والمغرب والجزائر وفي موريتانيا، موجودة حاجاتهم. بنفس الطريقة دخلت مصر ولقت فيها الأقباط برضو، ناس أهل تاريخ وأهل دين وأهل قيم وأهل ثقافات وكده، لكن برضو قلبت كيانهم، خلت مصر كلها ما فيها اللغة القبطية، ما أعرف موجودة ولا أو قليلة أو كذا يعني. لكن في الأخير أثرت تأثير شايفين إنه أنتم بعينكم يعني. وكذا فعلت في الشام وفي العراق برضه، هذه قبلت حضارات والأرمن والجراكسة يعني قوميات ضخمة ولها إرثها ولها تاريخها ولها ثقافاتها. لكن لما دخلت الثقافة العربية عليها أثرت فيها التأثير الكبير اللي انتم شايفينه هسي، لدرجة إنه أغلبهم يتكلموا العربي، أغلبهم يلبسوا عربي، يأكلوا بالطريقة العربية إلى آخره. السودان ما يستثنى من الجهات اللي دخلت عليهم الثقافة العربية وأثرت التأثير ده برضه يعني وفي نفس اللحظة ما غيرت حاجة يعني، ما جات نهت الثقافة البجاوية مثلا، بدليل إنه إحنا بعدين حنجي نلقى إنه الجزء حنشيله من هنا، وجزء في الزواج حنشيله من هنا، وجزء من الطلاق، البيع، المعاملات، حتلقاه من هنا من هنا من هنا من هنا. يعني ما أبادت إلا ما هو أصلا سيباد، يعني أصلا هو يعني سطحي ويبغى ما ينفع الناس يعني في الأخير. الثقافة العربية غيرت من أساليب حياة الناس، وظلت خصوصيتهم الحضارية والثقافية موجودة. دي خلاص، دي قدامنا يعني، دي من الحاجات المدار اللي مرجع يعني، زي قلنا الشام والعراق، وزي قلنا كده. يا اخواننا خلاص بعدين ندخل في الموضوع، كل مره اقول ندخل في الموضوع وبعدين الكلام يجرني. في بدايه الثقافه العربيه طبعا حتكون مع بدايه دخول العرب للسودان، وده باب انا ما دار ادخل فيه عشان هو متشعب وفيه يعني فيه وغاويل يعني 200 جو ومنو جاء وكيف جاء كده. بس في حاجه داير اقولها للناس، انه الحاجات اللي درسونا لها في التاريخ وعن دخول العرب السودان والقبائل اللي دخلت ومن وين جات، من نجد ولا من الحجاز ولا من وين، وعن طريق اي طريق اتت، عن طريق فلان وفلان وفلان، اللي ما ذكروا لنا واكتشفتم اخيرا عن دخول العرب، عن دخول الغرب.
يعني بعد ما مشوا مصر ومشوا المغرب العربي عن طريق ليبيا وتونس وكذا مع البحر ديل، جونا من ورا تاني وجابوا لنا معاهم حاجات برضه. يعني الثابت انه المذهب المالكي ده ما جانا من الحجاز، ولا جانا من مصر، ولا جانا من الشام، جانا من دول المغرب العربي. المذهب المالكي اللي بيستمد القانون السوداني في المعاملات كلها من خلال المذهب ده. بعض الطرق الصوفيه ما جاتنا من، يعني مثلا الطريقه القادريه، الشيخ عبد القادر الجيلاني اصلا في العراق، وجات مصر وبعدين مشت المغرب العربي وجاتنا من ورا ثاني. ده ما قالوا لنا، انا ما عارف ليه، لكن اتضح لي اخيرا انه عندنا حاجات كثيره جدا جات عن طريق الغرب. ربما التوبه السوداني النسائي ده نفسه يا اما مشى المغرب العربي عن طريق الغرب، يا اما جانا من هناك عن طريق الغرب. انا ما اقدر ادخل في مغالطات، لكن في الاخير يعني منفذ غرب السودان كان له الاثر الكبير في الحاجه دي. الحاجه الثانيه، حاترك الكلام عن القبائل بعينها، يعني ما حقول الفلانيين والفلانيين والفلانيين في اثناء الحديث عن اثر الثقافات دي. حاتكلم عن الجهات عشان هي اشمل، لانه معنا استاذنا يوسف النعمه الله يديه الصحه والعافيه، الرجل الاعلامي الحبيب. هو يعني الجهات اوسع ماعون. يعني لما نجي اتكلم بعدين، لما حاتكلم عن المفردات والاساليب واساليب الكلام والجمل والاصوات، حتلقى انه منطقه مثلا زي كردفان دي منطقه ثريه جدا جدا بالقبائل، كما انها ثريه جدا جدا بالثقافات، واللي بعضها اصول عربيه خاصه في المفردات والعبارات والتركيب الجمل وكده. عشان كده ما حقول القبيله الفلانيه، حقول الجهه الفلانيه عشان تكون اشمل. يعني ده كده مدخل. يعني الحاجات اللي قلت حاتكلم فيها ما حتكفي، يعني سويعاتكم دي لن تكفي. بصبر، يعني يجينا مثلا يتكلم عن الثقافه البجاويه، يجينا دول يتكلم كده، وبعدين او كله سبت نخليها للثقافه العربيه وكله كذا نخليها للثقافه الكذا، المهم اللي بيشوفوا المنصه بعدين كده. لكن بصوره عامه المحاور اللي حاتكلم فيها العادات اللي هي عربيه وبعدين جات ماشيه معانا لحد الان. وبعد ذاك الملابس، عندنا كم حاجه كده في الملابس. اصلا احنا في الهدوم ما شديدين كده، يعني 3 4 قطع كده، وعندنا اساميهن وحاجاتن، والتأصيل لها من الاصول العربيه القديمه يعني. وعندنا قيافه الاثر والفراسات والحياه دي، ولا يخلو جهه من جهه السودان الا يكون فيها قيافه الاثر ده، بنسميه القصاص. بعدين لما نجي عند القصاص وقصاص الاثر حاصل للكلمه قصاص نفسها، بس هسه بصوره مجمله حقول انه الانواع والامطار والخبره الكبيره اللي فيها، يعني لدرجه مدهشه، يعني لدرجه انت ذاتك ما بتصدقها، زي الراصد المنذر ده يعني. واصعب منه المنذر ممكن يخطأ رغم انه يشتغل بالعلم ويشتغل بالاساليب العلميه، الا انه بيقعد واحد في باديه من البوادي وبحدد بالضبط المطره دي كم وبتقع 200، وعليها بيزرعوا وعليها بيحصدوا وعليها بيتزوجوا وعليها بيعملوا حاجات كثيره يعني. الحاجه المهمه الالعاب الشفع اللي بعضها اندثر، يعني هسه برضه مع المدنيه برضه دي من الحياه اللي قلت لكم، من الحضارات زي اي كائن حي ممكن تنمو، ممكن تتصاغر بعض الحاجات. عندنا العاب لحد وقت قريب جدا كانت شغاله، حاذكرها لما نجي وقتها. وعندنا خرافات، يعني الخرافات الوهام دي برضها مشتركه كثيره جدا جدا، احنا اديناها لهم هم ادونا ليها، والله ما بعرفه، بس المهم هي مشتركه والاثر العربي فيها واضح جدا وكبير. طبعا الكوم الكبير واللي ما ممكن يخلص باخوي واخوك وكده، اللي هو كوم المفردات والجمل والحاجات دي والتراكيب والاصوات والتعامل مع جماليات اللغه وكده. ده باب برضه ممكن يعني ما خطيته، لانه اصلا هو واسع لدرجه انه ممكن الواحد يمشي فيه الى ما شاء الله، يعني زي اثر الموسيقى، اثر الغنى. يعني طبعا في اثار ثانيه، يعني في اثار مسيحيه، في اثار اسلاميه غير عربيه. احنا بس العربيه اخذناها لانه الدين اثر فيها برضه. العربيه نفسها
الدين بمكارم الأخلاق اللي جت معها لا أثر يعني بقيمه بقوانينه اللي وضعها إلى آخره. أواصل والله كيف؟ واصل. طيب أنا حابدأ بحاجتين وبعدين ندي الناس فرصة بعدين يتكلموا. يعني الحياة الكثيرة ال10 ولا 11 دي حاتكلم فيها عن حاجتين. العادات واحدة منهم. نبدأ بالعادات. أول عادة يعني لافت نظري من بدري عادة الأكل من الصباح. يا إخواننا برضو داير يعني أمن على حاجة، إنه لما نحكي عن عادة أو عن إرث أو عن كده يعني ضروري ناخذ في بالنا إنه نحن ما حكام، يعني ما حكام على الأشياء دي، يعني صح وما صح وغلط أصلا ما. وبعدين ضد العلم أحيانا، ضد الدين نفسه أحيانا، ستجدوا أشياء والله ضد الدين. المهم يعني لسنا بحكام ولا قضاة على هذه العادات والحاجات، يعني بنسردها كواقع وبس. واحدة من العادات اللي ما شفتها إلا عند العرب القدام عادة الأكل من الصباح دي. الآن كل الدنيا بتاكل برضو حسب الثقافة والحضارة والعلم، لأنه العلم له برضو عنده رأي في الأكل من الصباح. يعني أظن الدكاترة بيشوفوا حاجة كويسة. المهم أنا قلت أنا ما حكم يعني ما حكم خلاص، لكن المهم السودان كله ما بياكل من الصباح، بياكل حاجة اسمها فكة الريق. وفكة الريق ما فيها لحم وشية وبصل وفجل وكسرة وملاحي وسلطة الصبح، ما فيها كده. يعني في أي حاجة خفيفة تخلي الزول يمشي مزرعته يمشي مكتبه يفك الريق ويمشي. والزول الملهوف ممكن يزعل من فكة الريق من ساعة العشاء، يعني يوم بكرة فكة الريق شنو مثلا الزول الشرفان. الأكل من الصباح دي أنا دار أحكي قصة بتوري إنه ما عاد عربي، والسودان الوحيد المتمسك بها. تكون صح وتكون خطأ وتكون طبيا لايغة ما لايغة، تكون عيب السودان متمسك بها. القصة عن والدة الحجاج بن يوسف الصقفي. المرة دي أم الحجاج دي كان متزوجة واحد قبل يوسف الصقفي ده، وبعدين جاء من صلاة الفجر كده من الصباح لقاه مصنقر في نص السرير، هناك شالك شعره كده فوق وتقوش في عيونه وبتنخس في سنونه من لحم ولا حاجة يعني. فقام قال لها طلقان خلاص طلقها. يا راجل امسك يا راجل، ما لك في زول بطلق له مرة قاعدة في قعدتها في سريرة بس يجي داخل يقول لها طلقانة مجنون انت؟ قال لها ايوه نعم. ما هو يا اما تكوني اكلتي بالليل ولا تسوقتي ولا نظفتي سنونك ولا كده وتكوني مرة غزيرة وانتي ما بتنفعي معي، يا اما كمان قمتي من النوم لا صليتي لا تسوقتي لا بتاع، مشيت على القدور والحلل وطوالي بصل ولحم وبتاع وتكوني شرهة وبرضه ما بتنفعي معي. المهم الراجل ده القصة دي ما عجبته، كون انه مرة يطلقوها في انها اكلت من صلاة الصبح لحم وبتاع، معناتها العادة دي ما كانت عندهم، وإلا كان تكون حاجة عادية يعني أنت بتاكل وهي بتاكل وكده. الآن الناس برضو في ركضها خلف هي مش ركضها، مجبورة يعني مجبورة على الثقافة الغربية الحديثة. ممكن بتاكل من الصباح عشان تاني ما بيجي إلا الساعة 3 مثلا، أو بياكل فكة ريق. المهم العادة الأكل دي ما كانت موجودة، وفي السودان الآن برضو غير موجودة. مرات برجعها برضو لطبيعة الجو يعني، ومرات لثقافة الشعوب نفسها اللي هسه بتاكل من الصباح، سواء كان في مصر أو في الخليج بياكلوا أو في الشام بيقوموا من صلاة الصبح طوال السلام عليكم السلام عليكم طوال بيجروا على اللحم وعلى البصل وعلى عادي يعني ما عندهم فيها مشكلة. احتمال برضها تكون تلاغح ثقافي من ثقافات الأرمن والجراكسة والأوروبيين برضو يعني دخلت الثقافة عندهم ووجدت يعني مرتع هناك واستطابوها وكده. فمرات بقول برضو ممكن الجو يعني المنطقة، الناس اللي في السعودية مثلا بيعرفوا منطقة نجد دي منطقة حارة جدا، ومنطقة الحجاز المنطقة الغربية، السودان برضو منطقة حارة يمكن يعني دي حاجة ساي بس رأي مني يعني. لكن في الأخير الشاهد إنه
الحاجة دي ما عادة عربية، ولا في السودان الآن برضو ما قاعدين يعملوها، يعني ما قاعدين يهتموا بأنه يقوم من النوم يأكل. من العادات السودانية العادة اللي ربما أصلها عربي، عادة وشم اللسة. يعني وشم اللسة ووشم الشفة السفلى، في السودانية بسموه دق الشلوفة. يعني وسم الشفة ده هو قديم، يعني ما يعني ربما برضو يجينا واحد من الدارسين مثلا للحضاره الفرعونيه يقول لا والله عند الفراعنه كانت موجوده، او يجينا واحد من الناس اللي بيعرفوا في الثقافه البيجاويه يقول لا والله دي اصلا كانت قبل العرب موجوده. لكن انا دليلي على انها اصلا موجوده عند العرب يعني بيت شعر للنابغه بيقول تجلو بغادمتي حمامه ايكه بردا اسف لساته بالاسمد. الاسمد ده الكحل، وبرد قاصد السنون بيشبهوها بالبرد، يعني بيضة كده، يعني لما تكون السنون زي البرد وبعدين الشفة مسوية بالأسمد مسوينها سودة كده، معناته ده منظر جمال، يعني ده منظر يعني حلو. يعني تجلو بغادمتي حمامة يعني ريشة في مقدمة الجناح تميل للسواد. الحاجة دي كان بيشوفوها، يعني العرب كان بيشوفوها جمال. في حاجة تانية بيسموها اللمة واللعس عند العرب، اللي هي دي سمرة تخالط حمرة تخالط بياض كده برضو في الشفايف، بيسموها اللمة. وعند السودانيين برضو في بيستحضرني بيت السيد عبد العزيز يقول اللينية في قمر السماء حواسيما لا كلما هبت نسيمة ألمة روح يا نسيم لها كلمة لو جاه لكنت أعلمة حن المعذب للمة. يعني السودانيين يعرفوا اللمة ويعرفوه كغيمة جمالية، ويعرفوا السمار أو الخضار اللي في الشفة. لا وحتى في اللسة، حتى في اللسة بعض الجهات بتعمل، أنا قلت ما حقول قبائل، لكن بعض الجهات يعني ما زالت تعمل الأسمد على اللسة ليظهر بياض الأسنان لتصبح مثل البرد. كلكم تتذكروا البيت اللي كان منسوب ليزيد بن معاوية، مش عنده بيت بغنيه كابلي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وصغت وردا وعضت على العناب بالبرد، يعني بالسنونة تشبه البرد. يعني من العادات المتشابهة برضو نتف شعر الجبهة بخيط وبالرماد. العادة دي شايفة تاني الناس اللي الميك اب ارتست ديل اللي بيعملوا الميك اب ديل بتاعين الزينة ديل، شايف انه رجعوا تاني قاعد يشوف اعلانات انه البنات يورن كيف تشيل الجبهة بالخيط. الحاجة دي كانت في السودان موجودة، يعني بالرماد او بالخيط يشيلوا الزوايد من الشعر في الجبهة بالذات، لانه في شعر ما قاعدين يشيلوه اللي هو في الرقبة بجيو هسي. المهم العادة بتاعت يشيلوا الشعر في الجبهة بالخيط، هو بخيطين بيعملوا بطريقة معينة كده. البنات الآن يعرفوها لأنه يعني عادوا تاني، يعني رغم الحضارة ورغم الفن الكبير جدا اللي حصل في فن التجميل، إلا إنه رجعوا تاني لحاجة عمرها 1500 سنة. يعني العربي بيوصف لك في مرة زوجها جاي، يعني كانت منتظرة وجاي من سفر، قال فلما مضى شهرا وعشرا لعيرها وغال تجيء اليوم وقد حان حينها فما زال يجري السلك في حروجها وجبهتها حتى ثنته غرونها. بس ده اللي دار يقوله، يجري السلك في حروجها وجبهتها حتى ثنته غرونها. غرونها يعني الذوائب، الذوائب الضفائر، يعني في بعض المناطق يسموها المساير. عشان كده بتسمعوا بعض الجهات في الغرب بيقولوا أمقرون يعني ذوائب، يعني ضفاير. عبيد عبد النور يقول يا ضفاير قود الرسن واهتفي فليحيا الوطن. ضفاير أو قرون أو مساير أو روبة برضو روبة.
مشيت لهم روبة وقالوا لي مخطوبة. هذا البيت بس المتذكر من الأغنية. الروبة، أيوة الروبة ظليلة عند أبو صلاح، الروبة ظليلة حاجة كده. دي في وصف الخنتيلة جمال تاجوج ما في مثيلة. المهم أنا بس داير أقول إنه الشعر اللي في الجبهة ده اسمه الدبب، بيشيلوه بالخيط. والشعر الحرتي اللي هو في الرقبة وتحت الشعر ده ما بشيلوه، اسمه الحرتي. أبو صلاح عنده يقول العجب تيها في دروع كاب بحرتيها. كابي يعني طويل، الحرتي ده اصلا شعر قصير وصغير وبكون تحت الشعر وما شغالين بكثير، يعني ما عندهم بشغل. بيخلوه لانه بيغطيه الشعر الكبير، بتغطيه المساير والضفاير ولا اللي بيكبوه بورده. لما يقول العجب تيها كاب بحرتيها معناتها يعني الحرتي طويل، فما بالك بالشعر الثاني الديس والشنو والهضليم والمهم باقي الشعر. يعني العجب تيها في دلوع كاب بحرتيها، الروح سحرتيها وافكاري فيك حرتيها. المهم الحرتي شيء، والقرون او المساير او الضفاير شيء، والشعر كله شيء، والدبب اللي بيكون في الجبهه ده شيء ثاني. شاهدنا انه العرب من البيت اللي قلت بتاعت يجري السلك في حروجها وجبهتها حتى سنته غرونها ده معناتها بيشيلوه بالخيط. والسودانيين الى وقت قريب كان بيشيلوا القصه دي، وماتنا بيشيلوه بالخيط، وتجي واحده تقعد تشيل الثانيه. والان عاد الثاني نفس القصه بعد زمن طويل من الاندثار رجعت. عشان كده قلت لكم انه يبغى ما ينفع الناس، الحاجه اللي بتنفع يعني بتظل، يعني حتى لو اندثرت شويه او اكلتها واحده من الحضارات بتظل موجوده. يعني من العادات برضو يا اخوانا، شوف نحن لسه في العادات، وانا كنت داير اقول حاجتين من العشر حاجات لكن ما مشكله. المهم لو كثرت الكلام وقفوني المنصه، استاذ عماد واستاذنا احمد طوالي وقفوا، ما بزعل، بالعكس يمكن افرح. من العادات برضو عند قدماء العرب كانوا بيعلقوا الاساور على اللسيع الملدوق، قرصته عقرب قرصه دابي وكده. بيزعموا انه القصه دي بتخلي الزول ما ينوم، وكونه ما ينوم حسب زعمهم برضو انه لو ما نام السم ما بيسري فيه، لو نام السم بيسري فيه. يا اخواننا برضو قبيل بذكر بانه والله لسنا حكاما، لا نحن اطباء ولا نحن يعني على الحاجات. يعني ممكن يكون الكلام ده صح، ممكن يكون غلط، المهم هو ده حاصل. بعدين يجوا للدكاتره يقولوا لنا والله الكلام ده يناقض العلم، والله مع العلم، والله كيف. المهم ده موضوع ثاني يعني. المهم هم بيروا انه هذا السم اذا مشى في الانسان ونام بيكون اثره كبير. عشان كده بيقوموا يلبسوا الاساور والحلو والكشكوش وكده حتى انه ما ينوم يساهر، عشان السم ما يمشي فيه. السودانيين طوروا القصه دي شويه بقى، يعني بعد زمن اكتشفوا انه الشاي مثلا بيخلي الزول ما ينوم، لكن الفكره هي نفس الفكره. يعني اذا بقت الذهب غالي والحلي والحفل يعني كثيره، يحكوا عن احمد شوقي ده حاجه بالجنب كده. يعني احمد شوقي حبوبته طبعا جركسيه ولا حاجه زي دي كده ولا ارمنيه، المهم جابته في الخديوي وهو شاف الصغير، قالت له يا اخي والله الولد ده يعني عيونه دي محلقات لفوق كده بس مصنقع، ما بشوف. لا مش ما بشوف، يعني ما بدنقر تحت. الخديوي قال لا ما مشكله، شتتي له ذهب وحاجات كده تحت يلعب بيها. فقالت له والله ده دواء الا في صيدليتكم، يعني يمكن يكون ده السبب اللي عاجبه احمد شوقي في القصر. يعني المهم الذهب واللي كده بقى في الصيدليات ما في، وبقت القصه كثيره. السودانيين طوروا الفكره من انه ما ينوم يقوم يلقوا شاي ثقيل، يقول لك الزول ده مصدوق اديه شاي ثقيل. يعني في الاخير لفوا داروا حول نفس الفكره اللي هي انه الملدوق والملسوع وكده يخلوه ما ينوم، سواء كان بشاي ولا بحلو. في ابيات هنا قال النابغه برضه لكن ما قدرت اتذكرها، اللي هو بالمعنى ده، يعني انه عشان الزول ملدوغ ما ينوم وشنو دي. من العادات برضه بيخطوا على وش الشافع في نونته، يخطوا له اسمد برضه او كحل او سواد او كده، يعني لحد يوم الأربعين.
دي القصة دي يقولوا خاصة لو شافع وجيه كده وسمين ومبضبغ وكده يخافوا عليه من العين ويقوموا يخطوا له النقطة دي. الحاجة دي عند السودانيين كانت فيه، وبرضها تطورت لحاجات تانية. الناس يعني مهم تمايم، مهم الخوف من العين ده بس، إنه يخطوا له نقطة في نونته أو في وجنته، يخطوها له في كده. العرب عندهم الحاجة دي بيسموها التدسيم، يدسموا نونة الطفل، يعني خدت لها حاجة كده سوداء، كحل والله رماد والله أي حاجة يعني. من العادات برضو السودانية التأريخ بالأحداث الكبيرة، بيأرخوا بالحدث. يقولوا مثلا ميتة فلان، يكون فلان ده من المؤثرين، يعني مؤثرين، ما مؤثرين ميديا، مؤثرين زمان، مشايخ عمد يعني علماء كده، فيكون الزول ده من المؤثرين والله كده يقوم يموت، فتبقى التاريخ بيموت، يقول لك ميتة فلان، والله يقول لك مثلا سنة الظلمة، سنة الظلمة ده يكون مثلا اليوم ذاك الشمس ما عارف أبد تطلع وخسوف وكسوف الحاجات دي تقوم تجي تظلم، يعني الدنيا تظلم. في الحالة دي بيقوموا يؤرخوا بها، يقول لك والله فلان عرس مثلا سنة الظليمة، أو فلان مثلا مات سنة الظليمة، أو سنة الفار، أو سنة المجاعة، أو سنة المهم بحدث يعني. نفس الحاجة دي كانت عند العرب، بيأرخوا بسيل العرم وببناء الكعبة وبحرب البسوس وبيوم حليمة ويوم شنو، يعني عندهم أحداث كبيرة يؤرخوا بها الأحداث الجديدة يعني. ما بقول لك تاريخ معين ولا بقول لك سنة، لكن يقول لك حدث. حادخل في عادة اسمها قيافة الأسر، والله أنا ذاتي لما يعني بقول في الكلام ده أنا نفسي ما مصدقه، أنا نفسي ما يعني حاجات كده فوق للخيال يعني. في يعني زي قيافة الأسر دي، قيافة الأسر عند العرب معروفة، يمكن كلكم تكونوا سمعتوا بقصة الناقة اللي الراجل ضيعها وجا قال للأولاد شفتوا عندي ناقة ما شفتوها بجاي، واحد قال له عورة، قال لي الثاني قال له عرجة، قال لي والثاني قال له ما عارف مين، يعني فراسة كده. في الأخير قالوا له ما شفناها. كيف ما شفتوها؟ انتوا وصفتوها الوصف ده كله، فحتى عرفتوها عرجة كيف وعورة كمان. المهم هم شرحوا له ليه كانت قالوا عورة، وذاك شرح ليه قالوا عرجة وكده يعني. قيافة الأسر دي اللي عند السودانيين اسمها قصاص الأتر. السودانيين طبعا مولعين بالأغلبات، الثاء بيقلبوها تاء، ثلاثة تبقى ثلاثة، والأثر تبقى الأتر. قيافة قصاص الأتر دي لحد وقت قريب، يعني يمكن 30 40 سنة كده لورا، كان في قصاص الأتر في أقسام البوليس، في زول اسمه قصاص الأتر، واحيانا بيجيبوه من الحي، يعني يقولوا يجيبوه من ناس فلان، امشوا لفلان عندهم حاجه سرقوها عندهم كذا، بيقوموا يجيبوا قصاص الأتر ده ويقص يقص الأتر عشان يعرف الحرامي منه والحاجات دي السرقه منه. انا حديكم نموذجين او ثلاثه نماذج من جهات مختلفه عشان اوريكم انه الثقافه دي يعني ضاربه في جميع انحاء السودان. أستاذ في محمد، السلام عليكم نعم، يا أخي. عليكم كيف أحوالك؟ السلام، مرحبا عامل استاذ يوسف. طيب؟ الله والله ليك يسلمك. وحشة يا طيب. وأنا آسف إنه قطعت لك الثلاثة نماذج دي، لكن أنت خليها في الاعتبار تقولها. ودارك ترجع لورا شوية في المسألة بتاعت الطفل والحاجة اللي بيعملوها عليها والتحديد، وقلت يعني لفظ مبغبغ وسمح كده وبتاع. المسألة دي دارك تربطها لي وانت ماشي على النماذج الثلاثة ديل بثقافة الحبوبات اللي بيقوموا بيورثوها للأمهات. بالتالي بيطلع اللفظ بيقول لك والله يا أخي فلان ده تربية حبوبات. يعني زول ممكن يكون هو متميز في جابهة الحياة، متميز في إنه يكون نجيب كده ما بتغشى مسائل زي دي مثلا. قدر شنو حبوباتنا قدر نقل الحاجة دي للأجيال التالية في وضعنا السوداني
في ظل التثاقف والهويه الكثيره اللي احنا ما لاقيناها دي. ويديك العافيه واصل. كتر خيرك استاذنا يوسف وبارك الله فيك. اول حاجه تربيه الحبوبات مع ما انا قبل بديت بالحضاره الغربيه والثقافه الغربيه السائده الان، لانها هي غصبا عننا يعني بمزاجنا وغصبا عننا هي سائده يعني، اللي هي ثقافه العلوم دي. الثقافه الغربيه جات معاها يعني اكتشافات واختراعات وكده، من ضمنها هنا الوسائط اللي احنا بنتكلم فيها دي اكلت بعض ثقافاتنا. يعني الوسائط والفضائيات والإنترنت أكلت زي ما بتاكل حاجات كثيرة يعني. ممكن تاكل التوب، ممكن تاكل الجلابية، ممكن لا لظروف معينة. أنا في الأول ضربت مثل بالمصانع وبالمكاتب وكده، وقلت يا أخي أنت بتتزي بزي الثقافة السائدة يعني عشان تعيش يعني، وعشان تواكب، وعشان ما تلعب بر الحلبة يعني. فممكن تكون انت طبيب او مهندس وفي نول او في عماره وجاي لابس لك عمه وجلابيه تمسك لك في زقاله تكسر رقبتك يعني. الحضاره الغربيه دي اثرت واكلت بعض حاجاتنا، من ضمنها حكاوي حبوباتنا واستلامنا للرايه منهن في الاحاجي وفي القصص وفي التساقط ده نفسه. بقت الحبوبه نفسها شايله تلفونه وكده. انا كتبت لي عملت لي شغله كده عن حميدتي، والله ما حميدتي يغني شغله بالذكاء الاصطناعي دي. بعدين واحده من البنات قالت يا اخواننا ما قلنا لكم العجائز دي شيلوا منهم التلفونات. قلنا لكم العجائز دي شيلوا منهم التلفونات. يعني الان الحبوبه نفسها شايله تلفون، ولو جيت قلت لها يا اخي نشيل منك التلفون برضه ما بتقبل. استلام الرايه من الاجيال جيل ورا جيل الان اصبح عن طريق الثقافه الغربيه، اصبح يعني في عداء الا كانت تتغير الظروف. والله المهم الناس تشوف لها طريقه يعني. بالنسبه للنون اللي بيعملوها والخوف من العين وكده، ممكن لحد الان في بعض الحاجات الناس متوارثاها، لكن برضو ما في زول يسلمك الرايه دي يعني. الا تلقاها في فيسبوك ولا تلقاها في تويتر، تلقى معلومه وتكون انت برضو راسك خفيف شويه وتقوم تاخذها تقول اي التمايم مثلا. اضافه للفقه والدين اللي جاء انكر بعض الثقافات اللي كانت سائده، سواء كان عند العرب زمان او عندنا نحن في السودان. يعني بعض الفقهاء يقوموا يحددوا بعض الحاجات او بعض العادات اللي تتعارض مع الدين وبتقوم تسقط. ارجع لك يا استاذ يوسف لقيافه الاسد والقصاصين. شوفوا في القران في كلمه غصيه لاخته سيدنا يوسف موسى. سيدنا موسى بعد رموه في اليم وبعدين اوحوا لامه وبعدين قال غصيه. قصيه يعني شوف الكلمه نفسها العباره قصيه دي معناتها قصي اثره، وبنستخدمها في السودان لحد الان يعني قصه فلان وكده. فكانوا قصاص الاثر ديل يعني فيهم فراسات وفيهم معرفه. انا ما اعرف دي علوم جابوها من وين، اللي كان علم لدني. من الناس ديل واحد اسمه ود نعيمه. والنعيمه ده من رفاعه. ده اذا جاء زول غريب في القريه بيقوم يقول للناس والله الليله القريه دي دخل زول غريب. يفتشوا يقول هاي والله ناس فلان دي لك عندهم وخال ود عمهم ما بعرفوا جاهم من البلد مثلا. يطلع الكلام صحيح يعني. هو نفسه يعني من حكاويه وقالوا جات المرأة قالت له، في مرأة قالت له يا اخي عندي خرزه ضاعت. الخرزه كانت وين؟ كانت في السحاره مثلا. السحاره دي زي السايد بورد كده، قولوا والله زي الدولاب والله المهم بخط فيها الحاجات الاغراض يعني، صندوق كده من الخشب. وصفتها له كانت هنا. مسك يعاين في الواطه دي، طلع عثر جداده. والله قال للجداده دي
وساكي أسرها لما فيها قالت الجدادة دي هي شالت الخرزة دي، أطبحوها تلقوها في بطنها دي. تذبح الجدادة دي والخرزة قاعدة يعني. ده من جهة رفاعة. في واحد تاني اسمه صالح مكي، ده برضه أظن بعد المهدية. ده من دنقلة جهة القولة دي كده. ده بشوف الأثر وبيقول طوالي من غير أي كلام، سرق فلان ابن فلان باسمه طوالي، يعني بس من كرعينه ديل يشوف لك ده فلان، يعني ما بيمشي يقص الأثر لحد ما يقول دخل البيت ده ودخل البيت ده. كان زمان عندنا كده ونحن أطفال. أنا شفت الحاجة دي يعني، تمشي وراء قصاص الأثر لما يقول لك الله دخل البيت ده، يدقوا الباب العساكر، يدقوا الباب كده يقولوا والله جانا فلان، والله لو موجود يطلعوا، لو ما مرق منهم برضه ثاني يسوق اثر يعني. صالح مكي ده ما كان كده، ده طوالي بيديك الاسم في حتتك، بس يشوف الكراع دي وقفت في محل المسروق معناته ده فلان ابن فلان. اكثر من كده بيميز من كراع الزول، بيميز ده راجل ولا مره. واكثر من كده اذا مره مثلا متزوجه سبق لها الزواج ولا ما سبق لها الزواج، يعني حاجات اصلا ما تتصدق يعني ممكن مع العقل ما تستقيم، ومع العقل ومع العلم يمكن لا تستقيم. لا حقيقي بتصدق. انا التجربه دي خضت فيها شخصيا. جدي يوسف ربنا يرحمه ويسمى عليه، كنا بنجي عنده غرفه او خلوه بيقولوا عليها، هي قطيه كده بيجمع فيها الفول والسمسم وحاجات. فكنا حفاية بنلعب في الرمل وكده، بنجي داخلين نشيل حاجاتنا دي وبنطلع، بيقول دخل يوسف، بيقول دخل نزار، بيقول دخل شوقي. من الأثر بتاع الرجل بيعرفنا بيميزنا واحد واحد. حقيقي الكلام ده حقيقي، والله العظيم حقيقي. طبعا انا استغربت فيه يعني معرفه انه ده راجل ولا مره كده يعني، لو اعور لو اعرج لو شنو. في واحد تاني من جهه تانيه، هسه طبعا يوسف هدانا جهه تانيه برضه، كتر خيرك يعني. شوف دي حاجيات عرضا كده اكتملت جهات السودان الاربعه. في واحد من حته اسمها مرضى، ومرضى دي شمال جبل اوليا وجنوب الخرطوم. الراجل ده كان ايام المهديه من السلمانيه. هو الزول ده سرقوا حمارته، عنده حماره سرقوها، مسك قص الاثر لما جابوا المقرن دي والله قريب منها، ووقف في الجيف. يعني الزول اللي سرق الحماره ده وقف في الجيف هنا، معناته قطع البحر بغادي بمركب والله باي حاجه. قام هو قطع البحر، مشى لحد ما وصل الحي اللي وقفوا فيه اثر الزول ده. وصل الحي وقف له في حوش، وقف في الحوش الاثر انقطع. وقالوا يعني قاعد يكورك للحماره بتاعته دي وكده، يكورك وبتاع يناديها يعني. فهي ردت قاعد تهنيك وكده. طوالي مشى للامير حقه قال له يا اخي الله يفتح حمارتي من فلان من فلان. حتى اشترطوا عليه واذا طلعت ما عنده واذا بنسوي لك وكذا، قال اي حاجه بس انا ده حدي. الراجل ده كان عنده حاجات كثيره يعني، من ضمنها لو زول طقته عقرب وما لقوها بيقص اثر العقرب نفسه. لما يقول لهم في الجحر ده يبحثوا ويكبوا مويه كده يطلعوها، يعني شيء ذاته مدهش يعني. اخر حاجه يا اخوانا عشان الكلام كتير والكده، انا حاجيب في محور ثاني اللي هو محور الملابس. يعني قبل ما نمشيه، ممكن نحن ولا دار تدخل فيه الان محور الملابس ده، أنا دار لبنى لو ممكن يعني. تفضل طوال. طيب الله يكرمك يا استاذنا، يا اخي يديك العافيه. لبنى كيف احوالك يا اخي؟ ان شاء الله طيبه. من روح الروائيه والتشكيليه والام وتربيه الحبوبات والعمات والخالات كده. يلا احكي لنا عن الاثر، الحاجه اللي انا وقفت فيها مع استاذنا محمد الطيب في مساله الحبوبات، وقدرتهم في ان ينقل ثقافه الحبوبه للاجيال الجديده. انت بتكوني يعني عباره عن وسيط ما بين الوالدات الكبيرات في العمر وتجارب بتاعت حياه سابقه لجيل جديد ممكن يكون انت جزء منه. لبنى فقدناك، ما عندك مايك يعني، ما عارف، ولا ظاهر انا كده بس ما عندي مايك معاها.
لبنى طلعت. طيب أستاذ محمد، ما أعرف لبنى ما لا جاتها مكالمة ولا حاجة. لبنى نرجع والله انا لما شفتها بحسابين وجاري الاتصال. أي، لأنه فجأة كده فقدناها. عموما إن شاء الله تجي ونكون يعني على الأقل تكون سمعت جزء من الحاجة اللي ممكن الناس تتكلم فيها، مسألة أثر الثقافة دي. أستاذ محمد كده واصل في حكاية الملابس دي. برضو أستاذ باشمهندس أحمد برضو فقدناك. اتفضل يا أستاذ محمد. طيب خش في المحور بتاع الملابس. اي الملابس ويا ريت استاذ لبنى لو جات حسب ما فهمت منه المنصه حتستنطق عن اثر الثقافه النوبيه او الفرعونيه في الثقافه السودانيه. طبعا ده برضه باب ضخم جدا جدا وكبير، يكاد يكون ما عندنا حاجه بنعملها في الدنيا دي الا يتدخلوا فيها الجماعه في النوبه، او الجماعه في البجا، او بعض القبائل الافريقيه اللي برضه كونت هذا النسب. الملابس من اشهر الملابس في السودان كانت، هسي ما في حاجه بسموها الرحط، وفي الفصيح عند العرب اسمه الرهط، وعندنا في السودان بنقول الرحط، وبتتبادل عندنا الحاء والهاء، يعني عادة بتتبادل عندنا الحرفين دي قاعدين يتبادلوا عندنا، بيتبادلوا. ولما نجي للمفردات والجمل والتراكيب حنلقى انه بعض الاقلابات دي فصيحة جدا. والله انا كنت متصور انه اقلاب العين همزة والهمزة عين، كنت يعني متخيلة عجمة يعني، لانه احنا برضو فينا القبائل او اغلبنا يعني الثلاثه مكونات الاخرى اغلبها غير عربيه، البجاويه والافريقيه الزنجيه كل قبائلها والنوبيه، فالثلاثه لسانهم غير عربي. فكنت مفتكر انه بعض الاغلابات جاتنا من القبائل الغير ناطقه بالعربيه، وصعوبه نطق بعض الحروف زي اغلاب الهاء والحدين، وزي اغلاب الهمزه والعين. وجيت وجدتها فصيحه وليها اصول وكده يعني. المهم الرحط او الرهط بالفصيح هو حسب في القاموس جلد مشقق في شكل سيور، لا حجز له ولا سيقان. اذا بقى عنده حجزه وعنده سيقان ده كده سروال، ده ما رحط، ده اسمه سروال. حتى في الفصيح المنصة حاول تظبط الشبكة. واصل يا أستاذ محمد. قلت الرحط غير السروال بيكون عنده ساقين وبكون عنده حجزة. الرحط بيكون ده في الغواميس يعني، بيكون جلد مشقق، بتلبسه البنات قبل البلوغ، يلبسنه قبل البلوغ. في بعض الجهات عندنا ما بيلبسوا الرحط ولا الرحط، بيلبسوا التنورة، وهو برضه ما بعيد من الكلام ده، لكن ما مشقق، يعني ما مشقق في شكل سيور. الرحط السودانيين يتفننوا فيه. القديم اللي عند العرب كان بيعملوا يقول في القاموس انه 4 أصابعين او مرات شبر، يعني الجلد ده تدور البيت حول خصرها الى تحت ركبتينا، وتكون صغيره يعني من 7 سنوات ل10 سنوات عاده يعني دون البلوغ. اذا بلغت او تزوجت بتطلع الرحط، خلاص تلبس اي حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه حنقولها بعد شويه يعني. خلاص بتطلعه ثاني، ما بتلبسه. اذا بقت بيت كبيره ثاني ما بتلبسه. السودانيين يتفننوا فيه اكثر من حق العرب. حق العرب بيكون